ما زالت الحالة الصحية وأسباب اختفاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الأنظار تسيل مداد الإعلام العالمي، حيث كشفت مواقع صحفية جزائرية ودولية أن الرئيس يعاني من غيبوبة كاملة منذ تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 20 فبراير الماضي. وأوردت مجلة دير شبيغل الألمانية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة شبه متوفي وجسمه يعمل على الآلات، فهو يتنفس على الأكسجين الاصطناعي، كما أن قلبه يعمل بواسطة آلة طبية كهربائية. وحسب ذات المجلة فإن دماغ بوتفليقة كذلك يعمل على إشارات كهربائية، وهو السبب المباشر لإلغاء المستشارة الألمانية ميركل زيارتها إلى الجزائر بعد اعتذار كبار الجنرالات في الجيش الجزائري، لأن حالة الرئيس بوتفليقة صعبة للغاية وهو في غيبوبة تامة. وأوضحت ذات الجريدة أن جنرالات الجزائر منكبون على إيجاد خليفة للرئيس الجزائري بوتفليقة كي يعلنوا وفاته، ليتم انتقال السلطة بصورة هادئة ومن دون ردة فعل الشارع، لأن عريضة من الشعب يريد انتخابات ديمقراطية وليس حكم كبار الجنرالات الذين يفرضون القرارات السياسية التي تخدم مصالحهم. أما إعلان وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بشكل رسمي هي مسألة وقت فقط، حيث يباشر المسؤولون الجزائريون الاستعدادات منذ مدة طويلة لإيجاد خليفة للرئيس المختفي عن الأنظار، خاصة وأن شقيقه السعيد بوتفليقة هو الآخر يعاني من أزمات صحية حادة تسببت مؤخرا في تأجيل زيارة وزير خارجية إسبانيا أول يوم أمس الجمعة.